النوع ده من العملاء اوعى تشتغل معاه. انا احمد حمدي، فول ستاك ماركتنج. يشرفني جدا ان حضرتك تتابعني. ربنا كرمك بعميل جديد اسمه عم رأفت، وطلب يكون في اجتماع بينه وبين حضرتك عشان تحددوا الدنيا هتمشي ازاي الفتره الجايه. قعدتوا واتكلمتوا في كل شيء، ولكن حضرتك لاحظت حاجه غريبه جدا. عم رأفت عنده منتجين، الاول سعره اغلى من المنافسين بكتير، والمنتج الثاني سعره اقل من المنافسين بكتير. وباعتبارك انك مسوق فاهم شغلك، عرفت ان ده هيسبب مشكله كبيره جدا في المبيعات. فطلبت من عم رأفت انك تعيد تسعير المنتجات، وهنا كانت الكارثة. عم رأفت اخد كلامك على انه انتقاد شخصي ورفض تماما اي تعديل. انا بقولك بقى ارفض انت وبلاش تشتغل مع عمي رأفت. طيب ليه؟ لان حضرتك لو سعرت اغلى من المنافسين بدون ما تكون باني براند قوي اصلا، فانت هتخسر عملاء. ولو سعرت اقل من المنافسين، العملاء هيشكوا في الجودة، وبالتالي برضه هتخسر عملاء. نصيحتي ليك، اختار العميل اللي يكون مرن معاك واللي يسمع من حضرتك عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب. قول لنا بقى، هل تعاملت قبل كده مع النوع ده من العملاء؟